السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. البعض يسأل هذه السيارة شحال البطارية تاعها تشد، شحال تحكم باه تمشي، شحال المسافة تقطعها؟ هو يعني باش نقطعوا الشك، السيارة هذه النموذج الأولي ونموذج تجريبي. أنا حددت سرعته ما تتجاوزش 40 كيلومتر حتى تدرس جميع القطع اللي فيها. هذه سرعة السيارة سرعة 40 كيلومتر في أنا الساعة. حددتها، لكن السيارة أنا نتحكم في السرعة تاعها على حسب القوة تاع المحركات اللي نحطها في السيارة. هي محركات كهربائية، والمحركات الكهربائية سهل باش نغير في الاستطاعة تاعها. المحركات هذه من الخارج بالطبع هذه المحركات صغيره، يعني غير مكلفه بالنظر بالنسبه للمحرك العادي، تجريبيه، محركات تجريبيه. والمحركات الكهربائيه يمكن تطويرها في اي مخبر في اي مؤسسه هنا يعني في الجزائر. هنا في الجزائر محرك كهربائي موش معقد، سهل جدا. المشكل موش في السرعه، او السرعه يمكن الوصول بها الى سرعات عاديه مثل السيارات الكهربائيه توصل 80 كيلومتر. والبطاريه، المشكل هو في البطاريه الان اصبحت توجد بطاريات اللي تعطيها مسافه 200 الى حتى 300 كيلومتر. هذا هو كان المشكل الاساسي. درك راهو كاين الحل هذا 300 كيلومتر بالنسبه لسياره مدينه جد معتبره مسافه لا باس بها. يعني واحد صحيح. ما راحش يمشي في المدينه 300 كيلومتر يوميا.